السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة دايما يا حلوين. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي، لأن هي كمان أحلى ألف مرة من الكفتة اللي بنشتريها من بره. طعمها في منتهى الجمال، بأبسط وأقل مقادير هنعملها وهتبقى النتيجة معانا كفتة طرية وجوسي من جوه، ومش بتفك ولا بتكش مننا ولا أي حاجة. الصابع هيكون كده مالي مركزه، والطعم في منتهى الجمال. واثقة كل اللي هيدوق من ايديكم الكفتة دي هيقول ان هي رقم واحد. تعالوا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، بس لو انتوا لسه اول مره تشوفوني انا اسمي فريده ودي قناتي. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه هنا معايا نص كيلو من اللحمه الحمراء البلدي. انا فرماها فرم ناعم، واللحمه دي يا جماعه يعني هي نص كيلو احمر بدون دهون، وفرمت عليه حته دهنه تقريبا كان وزنها 50 جرام. تمام كده، لازم قطعه من الدهن عشان هي اللي بتخلي الكفته بتاعتي متماسكه كده في بعضها. احسن قطعية تاخدوا منها الكفتة هي وش الفخدة. الكفتة من القطعية دي بيبقى طعمها بيروح في حتة تانية خالص. لما بتيجوا تقطموا كده الكفتة بتاعتكم بتلاقوا ليها قطمة كده مميزة خالص يا جماعة. ليها هنزل بربطة من الكزبرة الخضراء، مقطعاها كده مكعبات صغيرة خالص. عليها هنزل بحبة متوسطة من البصل، سواء ابيض او احمر اللي عندكم. ابشروها بشر ناعم بالمية بتاعتها، يعني ما تصفوهاش ولا اي حاجة، خدوها كده زي ما هي. معايا معلقه صغيره من الدقيق ومعلقه صغيره من النشا. انا عاوزه اقول لكم ما تقلقوش خالص من الاضافتين دول، بس اي سوائل زياده في الكفته بتاعتنا هتخليها مثلا ان هي تكش. النشا والدقيق دول يا جماعه هيمتصوا اي سوائل. تمام. هنا معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنا بقى معايا التوابل. معايا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البهارات ال11 اللي هي من كنور. تمام. لو مش موجودة تقدروا تحطوا نص معلقة صغيرة من البهارات السبعة، لكن بصراحة ال11 بهار دول بيدوا يعني نكهة رهيبة للكفتة بتاعتنا. تمام. وهنا معايا جوز الطيب بقى، اخدت منها بشرة خفيفة يا جماعة. وهنا كده خلاص المكونات بتاع الكفتة معانا، مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. تمام. هاخد بقى المكونات دي كلها تقليبه كده مع بعضها واعجنها كويس قوي، عشان الكفته بتاعتكم تكون ناجحه وتكون طعمها حلو وتكون احلى الف مره من اللي بنشتريها من بره. السر الوحيد فيها ان انتوا تعجنوها كويس قوي يا جماعه. اعجنوها بقى وادوها كده كل طاقتكم، يعني ما تقلوش في العجن عن تلت ساعة. انا بقيت اريح شوية ايدي وارجع تاني، واريح ايدي شوية وارجع تاني، يعني مش طول الوقت كنت عمالة اشتغل فيه. تمام. السر كله في الكفتة الحلوة هو العجن. افضلوا عجنوا لحد لما الكفتة بتاعتكم تحسوا لما تيجوا تمسكوها وتقطعوها كده من بعضها تحسوا ان فيها شعيريات رفيعة خالص يا جماعة. تمام. وبأكد عليكم تاني ان ده سر الكفتة. لو مش انتوا قادرين مثلا ان انتوا مش قادرين تعجنوا الكفتة، فممكن تخلوا اي حد موجود في البيت يعجنها لكم. تمام. لكن ما تستغنوش عن الخطوة دي وما تأهملوهاش وادوها حقها. باكد عليكم تاني اهو. شايفين فضلت اعجنها بالشكل ده. عاوزه اقول لكم لما جبت اللحمه من عند الجزار انا جبتها فرمه واحده بس يا جماعه، ما جبتهاش فرمتين. ده برضو بيفرق قوي معانا في الطعم بتاع الكفته بعد التسويه. في ناس بتحب تفرمها فرمتين، جربوا تجيبوها كده من وش الفخده وتدوها فرمه واحده وكمان تعجنوها حلو. شايفين الكفته بتاعتي بقى لما بقطعها بتعمل كده شعيريات رفيعه خالص. ده كده هنا خلاص بعرف ان الكفته بتاعتي تماسكت وتعجنت صح قوي وكويسه. هسويها بقى كويس كده واسيبها في التلاجة تتشمع لمده ما تقلش عن ساعتين 3. تمام. عاوزه اقول لكم اللي يقول لكم ساعه او نص ساعه يعني يعني بلاش قوي نبالغ في الكلام. بس الكفته عشان تتماسك وتبقى حلوه معانا يا جماعه لازم تاخد راحتها، في ان هي تاخد راحتها. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هسوي فيها الكفته، ومعايا هنا بصلايه متوسطه قطعتها زي ما انتم شايفين كده، سواء جوليان او دواير، يعني اللي انتوا حابينه يا جماعه. تمام. جوانح او جوليان، تمام، يعني مدور او انصاف كده، المتاح ليكوا او اللي تقدروا تعملوه مفيش مشكله خالص فيه.
حابين تستغنوا عن حتة البصلة دي يا جماعة، وتدهنوا الصينية بتاعتكم مسحة خفيفة خالص من السمنة او بدون حتى مسح مادة دهنية، مفيش مشكلة خالص. بس انا بصراحة بحب احط البصل والطماطم الفلفل، لانه بيدي صوص حلو كده للكفتة بتاعتي. تمام. فانا بحب قوي الاضافة دي، فلو جربتوها صدقوني مش هتندموا، خصوصا بقى لو انتوا عندكم عزومة ولا حاجة. هقلب كده كل الحاجات دي مع بعضها كده عشان اوزعهم، وممكن ننكههم برضو برشة خفيفة خالص من الفلفل الاسود وربع معلقة صغيرة من الملح. تمام. بس انا هسيبهم كده ايه زي ما هما. هنا بقى بعد مرور 3 ساعات طلعت الكفتة بتاعتي من التلاجة، وهبدأ ان انا اصبعها. انا هصبعها على الخلة بتاع الشيش طاووق، عشان لو انتوا ما عندكوش السيخ اللي هو الحديد. في الحقيقة هو عندي، بس حبيت ان انا اعمل على الشيش ده عشان تعرفوا ان هو بيدي برضو مفعول حلو قوي. انا جبت كده تقريبا 4 وحدات او 5، وحطيتهم كده مع بعض، وهحط حوالين عليهم كده الكفتة. تمام. واضغط بقى كويس قوي يا جماعة لحد لما الكفتة تمسك عليهم كويس قوي، واضغطوا حلو عشان الكفتة ما تكونش مفككة منكم او تتفكك منكم. اضغطوا حلو وثبتوها تمام قبل ما تشيلوها من على السيخ الخشبي ده. خلاص كده حجم الكفتة بقى ده يرجع لكم، بس كل اللي وعدكم بيه ان الكفتة بتاعتكم هتطلع اللهم بارك حجمها حلو قوي ومش هتكش معاكم خالص. هشيل بقى الكفتة عندي بكل سهولة كده من الخلة بتاع الشيش طاووق، وبس هفردها كده ما بين ايدي. انا مش بضغط عليها ولا اي حاجة، يعني هي لسه فيها زي ما هي كده من جوه التفريغة دي. عاوزة اقول لكم التفريغة دي بقى بتخلي الكفتة بتاعتنا من جوه كده جوسي وحلوة قوي ومش مكتومة كمان. خلاص كده بظبط بس شكلها وبهرصها على طول في الصينية، وبكمل بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة دي. هدخل بقى الكفتة بتاعتي في الفرن وهو ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف اوسط فوق النار على طول. الكفتة مش هتاخد معانا وقت طويل، يعني من نص ساعة ل40 دقيقة يا جماعة. مجرد ما بتاخد اللون الحلو من فوق كده، من غير ما افتح الشواية على فكرة، اخدت التحميرة الحلوة اللي انت شفتوها في اول الفيديو. تمام. يعني سخونية الفرن هي اللي حمرت لي وشها. بلاش تسيبوها كتير عشان ما تنشفش منكم. لو حسيتوا ان هي محتاجة مية، او المية والبصل ميتهم نزلت ونشفت، فممكن تضيفوا نص كوباية من المية على البصل. تمام. البخار بتاعها هيزود تسوية الكفتة وهيخليها راحة في حتة تانية خالص. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الكفتة طلعت ما شاء الله حجمها عامل ازاي؟ الصابع زي ما هو مكشش ولا فرول مننا ولا فتح ولا قطع ولا اي حاجة خالص. طبق التقديم بقى، وحطيت فيه كده شوية من الكزبرة الخضراء، وهبدأ ان انا احط فيه الصوابع بتاعت الكفتة بتاعتي. عاوزه اقول لكم ان انا بحب دايما صابع الكفته يكون حجمه كبير كده وحلو، ما يكونش حجمه صغير، مش عاوزاه يكون مسنتف. خصوصا لو انتوا عندكم عزومات، فخلوا الصابع يكون حجمه حلو كده يملى العين يا جماعه. بلاش الاحجام اللي هي الصغيره دي، حتى عشان ما تنشفش منكم. شايفين شكل الكفته بقى عامل ازاي؟ شايفين شكل الصابع؟ عاوزه اقول لكم ان هي اخدت التحميره الحلوه دي من سخونيه الفرن زي ما انا قلت لكم. لو انتوا حسيتوا ان هي ما اخدتش اللون ده، ممكن تفتحوا عليها الشوايه مع المتابعه يا جماعه. ما تخلوهاش تاخد وقت طويل تحت الشوايه عشان وشها ما ينشفش منكم. خلاص كده. ويا ريت لو انتوا تحمروا وشها، او يعني تعتمدوا على تحمير الوش من سخونيه الفرن عشان ما تنشفش. تمام كده. شوفوا لي بقى الجمال، شوفوا لي شكل الكفته كده عامله ازاي، رهيبه يا جماعه اللهم بارك. عاوزه اقول لكم عملت لي 13 صابع وحجمهم كبير جدا يا جماعه. يعني اللي كان بياكل الصابع صابع واحد تقريبا يكفي مع شويه رز. رهيب. تمام. رشه كده كزبره خفيفه تكسر بس اللون كده على الوش. وشوفوا بقى معايا طراوه الكفته. الكفته طريه وجوسي قوي من جوه، وفي نفس الوقت لا كشت ولا فكت مننا ولا اي حاجه. الفيديو بتاعنا كده خلص. اتمنى من كل قلبي وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوها. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة، ضروري لازم تشتركوا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.